ايه علاقة انخفاض الجنيه بدبي؟ ببساطة كل المستثمرين اللي كانوا شاريين عقارات في مصر مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير، العقارات ديت قيمتها زادت بشكل ملحوظ وعملوا مكاسب، لكن مع الوقت مش هيلاقوا مشتريين يشتروا منهم بالأسعار الكبيرة ديت، وده كان مخلي الباسبور المصري رقم 3 في شراء العقارات في دبي على مدار عامين 2023 وعام 2024. ليه دبي تحديدا؟ لقرب المسافة، وإن دبي سوق كبير جدا متنوع، فيه فرايتي، تقدر من اول مبالغ قليله لمبالغ كبيره تتملك عقارات بمنتهى السهوله. والاهم بالنسبه للمصريين رقم واحد الحفاظ على قيمه الفلوس، لان الدرهم مربوط بالدولار. رقم اتنين الطلب القوي جدا على العقارات في دبي اللي بيخليه يعمل عائد عادة ما بين 6 ل 9% وأوقات 15% سنويا على الاستثمارات بتاعتك. يعني ببساطة المليون درهم ممكن يدخل لك من 70 ألف درهم ل 150 ألف درهم سنويا، من 7 ل 15%، ودي حاجة مش موجودة في أسواق كتير جدا على مستوى العالم.